هاتوا كوبايه الشاي بتاعتكم. تعالوا احكي لكم جبت ايه. مجله ميكي جيب. هتقولوا ايه التفاهه دي؟ انا تافهه عادي جدا. مجله ميكي مش هيفهم سر فرحتي بيها غير جيل تمانينات تسعينات، الجيل اللي عاش المجد الذهبي بتاع ميكي وميكي جيب وسوبر ميكي ومجلات سمير وماجد وعلاء الدين. مجلة الأميرات في بدايتها، بس أنا ما حبيتهاش بصراحة، كانت موجودة بس ما جبتهاش. أهلا يا سكر. طب حسبي الشاي لو سمحتي، الشاي بعد إذنك. مجلة ميكي ليا معاها ذكريات كبيرة. ليه؟ لأن دي كانت السوشيال ميديا بتاعتنا زمان. كانت هي المتنفس بالنسبة لنا، التسلية بتاعتنا في الأجازة وفي أيام المدرسة كنا بنهرب من المذاكرة بيها. تقريبا كل جيل التمانينات والتسعينات فعلا حضر الموضوع ده، لما الأب كده بيجي من الشغل ومعاه المجلة ونقعد كأخوات نتخانق عليها ومين هيقراها الأول. كان اللي هيقراها الأول ده هياخد جايزة نوبل يعني. وخناقات بقى، لا انت قريتها المرة اللي فاتت الأول، أنا هقراها الأول الأسبوع ده. خناقات برغم ان في كومة تانية مثلا موجودة مليانة. فمجلة ميكي كان ليها فضل ان الواحد يتعلم القراية بسرعة، لان احنا بنقراها من واحنا صغيرين جدا. دلوقتي الجيل بتاع اليومين دول للأسف تلاقي ممكن طفل ما شاء الله عليه كده 10-11 سنة ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب كلمة على بعضها. ليه؟ لان هو من يوم ما اتولد كده وابتدى حلو كده 6 شهور بتبقى ياخد موبايل تيتا، موبايل بابا، موبايل ماما، عايش على الموبايلات. غيروا الموبايلات وهاتوا لعيالكم مجلة ميكي، اي مجلات ملونة تشوفوها، يعني مش عارفة اقول لكم ايه، حتى يعني فيها معلومات وفيها حاجات لذيذة وقصص وفي ألعاب في النص اهي، حاجات بتنمي الذكاء وتنمي قدرة القراية وتنمي الخيال اللي عند الأطفال اليومين دول ما فيش من الموبايل ده للتابلت ده للتاب ده للتلفزيون للكرتون اللي معرفش ايه، ما فيش عند الأطفال خيال. ولو شلت منهم موبايلات دبدبة بقى وصريخ وعصبية رجعوا تاني المجلات والكتب في مكتبتكم في بيوتكم، رجعوا تاني الأطفال تقرأ. هترتاحوا. احنا داخلين على موسم الصيف اهو والاجازات وبتاع، ابدأوا هاتوا للعيال كتب ملونة وقصص ملونة وحاجات من دي، واقروا معاهم، عيشوا طفولتكم معاهم. بس فأنا كنت فرحانة مجلة ميكي واللي سكر استولت عليها. حبيت ان انا اشارككم الفرحة الطفولية بتاعتي دي واتكلم معاكم من غير ترتيب ولا سكريبت ولا اي كلام. يعني انا الفيديو هينزل زي ما هو. بس بالمرة بقى اقول لكم ان انا بجهز لحاجة جديدة ان شاء الله للبنات اللي عايزة تتعلم اميجرومي، فلو مش مشتركين معايا اشتركوا اكيد، ولايكوا على الفيديو لو عجبكم ايا كان اللي انا قلته ده، واكتبوا لي بقى لو في ذكريات ليكم مع مجلات ميكي او اي مجلات تانية في الطفولة او اي ذكريات طفولية لذيذة. شاركوني اكتبوا لي في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد.